مساء الفل. اخباركم ايه؟ هنتكلم النهارده على الصفقات المحتمله اللي هتكون موجوده في النادي الاهلي والراحلين من النادي الاهلي. طبعا هنتكلم في البدايه على محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان لاعب الترجي التونسي السابق ولاعب حاليا في ناديه المجري. اي نعم، مش بيلعب بشكل اساسي وقاعد دكه معظم الوقت، والمدرب بتاعه مش مقتنع بيه. طبعا وكيل اعماله استغل الموضوع ده وكلم مسؤول النادي الاهلي. طبعا مسؤول النادي الاهلي رحبوا بشكل كبير جدا، وطبعا كولر رحب بشكل خاص عشان كان عايزه السنه اللي فاتت. تخيل معايا كده خط وسط النادي الاهلي الصيف الجاي: محمد علي بن رمضان، امام عاشور، مروان عطيه، مصطفى اشرف. نار يا حبيبي نار. اي فريق عنده خط وسط قوي متكامل هياكل الاخضر واليابس معاه. طبعا ده اول صفقه محتمله هتكون موجوده في النادي الاهلي. مصطفى اشرف هيكون موجود في النادي الاهلي. مهاجم حرس الحدود محمود ممدوح، المهاجم الواعد الصاعد، مهاجم قوي جدا ومهاجم موهبه بالفطره. طبعا محمد اسماعيل مدافع زد هيكون موجود في النادي الاهلي. موكينا، الناس اللي بتقول لك موكينا، لا، موكينا وكيل اعماله عرضه على النادي الاهلي، لكن سان داونز لسه قالت للنادي الاهلي هنتكلم في الصيف اللي جاي هل موكينا هيكون موجود، عشان برضو موكينا جايله عروض اوروبيه كبيره وطبعا بمبالغ طائله. وطبعا النادي الاهلي ما اظنش انه هيدفع لموكينا كل الفلوس دي. دي الصفقات اللي هقول لك 99.9 هتكون موجوده في النادي الاهلي. الرحالين بقى مين؟ عمرو السولية عفوا، عمرو السولية، اليو ديانج، كريم ندفد، علي معلول، بيرسيتاو، موديست. دي الملامح الراحلين من النادي الاهلي الموسم اللي جاي. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفه فيديو جديد. سلام.